التصنيف الحديث يتكون نظام تصنيف المخلوقات الحية الحديث من 6 ممالك تقع ضمن 3 فئات كبيرة تسمى فوق ممالك. الربط مع الحياة: هل جربت يوما طريقة جديدة لتنظيم واجباتك المدرسية؟ يعدل العلماء نظرياتهم العلمية عندما تتوافر لديهم معلومات جديدة، كما تقوم أنت بتغيير طريقة حل الواجب بناء على أفكار جديدة. تجميع الأنواع: كان نظام التصنيف منذ 3 عقود لا يستخدم فوق الممالك، بل كانت المخلوقات الحية تتكون من 5 ممالك. وبعد أن اكتشف العلماء في السبعينيات من القرن الماضي مخلوقات حية جديدة بدائية النوع وحيدة الخلية، سماها العلماء البدائيات. ثم بينت الدراسات الحيوية الكيميائية لاحقا أن البدائيات لا تشبه بدائية النوع المعروفة أنذاك، أي البكتيريا. لهذا أعادوا تسمية البكتيريا الجديدة عام 1990 ميلادي، واقترحوا نظاما جديدا للتصنيف لإيجاد مكان لهذه المجموعة، وهو النظام الحديث لتصنيف المخلوقات الحية الذي يضم أكبر فئة يستخدمها علماء الأحياء، وهي فوق المملكة. وبهذا أصبحت المخلوقات الحية ثلاثة فوق الممالك، وهي فوق مملكة البدائيات، وفوق مملكة البكتيريا، وفوق مملكة الحقيقية النواة. يقع ضمن فوق الممالك 6 ممالك، وهي مملكة البدايات، ومملكة البكتيريا، ومملكة الطلائيات، ومملكة النظريات، ومملكة النباتات، ومملكة الحيوانات. وتصنف المخلوقات الحية إلى فوق المملكة طبقا لنوع الخلية والتركيب، أما في الممالك فتصنف طبقا لنوع الخلية والتركيب والتغذي.